السلام عليكم. اولا كده اهلا بيك. ثانيا النهارده الجزء الثاني من قصة الساقية المهجورة، واللي هنكملها النهاردة لغاية آخرها، يعني مفيش أجزاء تانية. النهاردة هو الجزء الأخير علشان نجهز للقصة اللي بعدها اللي هتنزل بعد بكرة. بس محتاج أكلمكم في حاجة كده في السريع، اللي فاهمكم إن اللايك على القصص مش مقبول، لا بالعكس مقبول جدا، وحاجة حلوة وبتشجعني إن أكمل في قصص أكتر وأكتر. كل ما بتعمل لايك بتكتب كومنت بتدعم القصص بأيا كانت الطريقة اللي بتدعمها بيها، أو حتى لو هتشيرها لأصحابك على الواتس. فعلشان ما أطولش عليك، لو حد فاهمك إن اللايك في رمضان حرام، لا هو ضحك عليك. ممكن تعمل لايك عادي، تكتب كومنت، يا ريت تشير طبعا ده من فضلك. ونبتدي بقى الجزء الثاني والاخير من قصة الساقية المهجورة. زي ما قلت لك في الجزء الاول، اول ما نزلت من المستشفى وبصيت في الاراضي الزراعيه، الاراضي فاضيه زي ما هي، بس انا خلاص خدت القرار ان هروح الساقيه المهجوره. وفعلا مشيت لغايه سور الجنينه ووصلت للطريق اللي قال لي عليه عم امام، وبقى السور في ظهري والطريق قدامي، والطريق حرفيا عباره عن كتله من الضلمه، هو كحل بس انا مش شايف قدامي غير سواد، لان ده اصلا مجرد طريق زراعي بيمشوا فيه الفلاحين بالنهار، اللي هو بعد المغرب مفيش حد بيستخدم الطريق ده، وحتى اللي بيستخدمه لغايه ما يوصل غيته، مفيش حد بيكمل للآخر ويروح لغاية الساقية المهجورة. بس أنا خلاص، أنا تقريبا دلوقتي في نص الطريق وأنا بكلمك، ومش شايف قدامي أكتر من متر بالظبط، المتر اللي فلاش الموبايل منورهولي، وكل اللي أنا سامعه صوت صرصور الحقل وصوت ضفادع وصوت كلاب من بعيد. حرفيا جو مرعب وطريق مرعب، بس أنا جوايا طاقة بتزقني إن أكمل، جوايا احساس اللي هو لا لازم توصل. رغم ان زي ما قلت لك في الجزء الاول، انا ما اعرفش حاجه عن الساقيه دي او المكان اللي انا رايحه، غير ان الكائن اللي كانت كل شويه بتظهر لي ما بتظهرش غير انها تقول لي الساقيه المهجوره. فانا رايح، لا انا تقريبا خلاص وصلت. قدامي دلوقتي اوضه من بتاعه الفلاحين اللي هم بيقولوا عليها عشه، عباره عن 4 حيطان معمولين بالطين، وطبعا التعريشة من فوق بتبقى بالبوص والخشب والكلام ده. الفكرة بقى ان الباب اللي موجود هو باب خشب قديم جدا، اللي هو لو زقيته هيقع، بس انا بقالي ساعة بحاول افتح فيه، الباب ما بيتفتحش. سبته خالص وقلت الف حوالين المكان ده اشوف اي مدخل ليه، وانا بلف لقيت الساقية المهجورة، حاجة شبه طبيعية، ساقية قديمة من اللي بيستخدموها عندنا في البلد في ان هم يسقوا الخيطان وكده، بس طبعا واضح انها قديمة جدا ومش شغالة. بدأت الف حواليها واتفحصها واحاول افهم ايه الرسالة اللي ممكن تبقى هنا، ايه الهدف من ان كل شوية الكائن ده بيجي يقول لي الساقية المهجورة، وتقريبا مش لاقي اي حاجة. لغاية ما وانا برجع حسيت ان رجلي جت في الهواء، في فتحة تحت رجلي، بصيت في الارض لقيت شوية عفش والكلام اللي هو بيبقى خضرة ناشفة، فحاولت ان انا انبش في العفش ده واوسعه اشوف ايه الفتحة دي، ولما شلته ووسعت لقيت انه بير. وعادي برضو الغيطان عندنا كل كام غيط هتلاقي بير، لان البير ده اللي بتسحب منه الساقية علشان تسقي الارض. بس وانا مميل في البير وسارح في المنظر، الموبايل كان هيقع، حاولت امسكه وقعت انا في البير. انا تقريبا من الخبطة فقدت نص وعي، انا شايف الدنيا ضباب وهي اصلا ضلمه، مش قادر اركز ولا ابص قدامي، وبحاول اسند على حيطان البير علشان اقوم. حسيت ان ايدي بتمسك حاجه لزجه، خليت ايدي على الحيط وجبت الموبايل بايدي التانية وبنور، لقيت ايدي كلها دم. انا من الخوف اللي جوايا جسمي كله بيترعش، مش قادر اسيطر على اعصابي. حاولت ان ابص لفوق واحاول اشوف مدى المسافه دي هقدر اطلعها ولا لا، بس وانا ببص البير اتقفل. انا في اقصى حالات الرعب اللي ممكن انسان يوصل لها، انا من كتر الرعب مش قادر اقف على رجلي، فقعدت مكاني. وانا بقعد حاسس ان في شقاره، يعني في احساس الخيش بتاع الشوال كده تحتي، وانا بحسس بايدي كده وبحاول اقعد، حسيت ان الشوال جواه حطب او خشب بس صغير، فرحت موجه الفلاش بتاع الموبايل عشان اشوف ايه ده، لقيته هيكل عظمي. وشوف، رغم ان دي حاجة مرعبة وممكن تكون خوفتك، بس انا هيكل عظمي بالنسبة لي حاجة عادية، انا دكتور فعديت على مرحلة الهيكل العظمي ده 100 مرة، بس مش هنا، مش في بير. فالمهم ان رحت ماسك الشوال وهزه كده وفضيت كل اللي فيه، وتقريبا كل اللي وقع منه هي جمجمة، دماغ انسان والعمود الفقري بس، والباقي كله اتحلل. بس اللي لفت انتباهي اكتر ان من ضمن محتويات الشوال ده دهب، في كام غوشه وخاتم، بيقولوا ان الجثه دي جثه بنت، وكمان خلونا استوعب ان اللي رمى الجثه دي هنا مش حرامي، لانه لو حرامي على الاقل كان سرق الدهب ده. وفي وقت ما انا سرحان وعمال افكر وبحاول استوعب ايه ده كله، لقيتها ظهرت تاني. ايوه هي البنت، بس المره دي بصلي بصه رضا، هي مبسوطه ان انا هنا دلوقتي. انت مين وعايزه ايه؟ انا روح الجثه اللي بين ايديك دلوقتي. برضو ما فهمتش انت مين وعايزه ايه، ومين قتلك وليه قتلك؟ وطي صوتك وانت بتتكلم، انا جاي اشكرك
وهفهمك هتعمل ايه. انا هحكي لك الحكايه من بدايتها. انا بنت من بنات اهل البلد، كنت سهران عند بنت عمي اللي فرحها بعد كام يوم، وكنت بساعدها وبجهز معاها حاجات فرحها. وفي اليوم ده اتأخرت عندها علشان كنا بنحضر حاجات كتير لان الفرح خلاص قرب. بس رغم ان اتأخرت ووصلنا نص الليل الا انه برضه ما كانش ينفع بات عندها، دي عادات اهل البلد وانت مش غريب. كان لازم اروح حتى لو في نص الليل. فابن عمي وصلني بالموتوسيكل بتاعه، جابني لغايه البيت وقلت له خلاص روح انت. لف ورجع هو بالموتوسيكل، وقبل ما الف وش انا وخبط على باب بيتنا لقيته ظهر قدامي. مين ده اللي ظهر قدامي؟ شاكر ابن أعيان البلد، شاب فلتان وأخلاقه بايظة، بس أهله مرتاحين وعندهم نص أراضي البلد، علشان كده كان فاهم إن أي بنت بإشارة منه هتقع تحت رجله. إلا أنا صديته مرة واتنين وتلاتة، وكل ما كان يحاول يقرب بصده لغاية ما جاب آخره مني وجات قدم لي بالحلال، وبرضه أنا رفضته. وطبعا لأنه من بشوات البلد ما كانش ينفع أرفضه، فكرامته نقحت عليه وقرر انه ينتقم مني. وكان مراقبني وعارف ان كل يوم بروح لبنت عمي وبرجع بالليل، واستغل تأخيري في اليوم ده واني راجع بالليل وتقريبا مفيش انسان في البلد صاحي. حتى ابن عمي زي ما قلت لك مشي وراح خابطني بحاجة على دماغي، فقدت الوعي وفقت وانا بتجر من شعري في وسط الغيطان، ورفعت وشي لقيت نفسي جنب سور المستشفى، وقعدت اصرخ وانده واستنجد باي حد، بس مفيش حد سمعني. وفضل ساحبني لغايه ما جابني هنا جنب الساقيه المهجوره، وراح شايل الشال اللي على وشه. ضحكت له وقلت له كنت عارفه ان الحركه الناقصه دي مش هتيجي غير من حد ناقص زيك. قال لي الناقص ده يقدر يشتريك ويبيعك انت واهلك بفلوسه، واقسم 100 يمين انه هيخليني اندم على اللحظه اللي فكرت ان انا ارفضه فيها. وانا قلت له عمري ما هندم، الندم الحقيقي ان انا اتجوز واحد زيك عايش عالة على فلوس اهله وهو ملوش اي لازمه في الدنيا. وطبعا مش محتاج اقول لك مهما كان ناقص الكلمه وجعته، وبكل غضب راح لافف ايديه على رقبتي وفضل خانق لغايه ما روحي طلعت. وبعد ما اتاكد اني خلاص خلصت وبقيت جثه في ايديه راح حاططني في الشوال ورمى الشوال في البير. ما هو عارف ان مفيش حد من اهل البلد هيفكر يجي هنا عند الساقيه المهجوره، واللي هيجي مش هيفكر ينزل البير. انا كل ده واقف بسمع ومش عارف اتكلم. انا بدات اوصل لاحساس ان انا نايم وبحلم اصلا، ده اكيد كابوس مش حقيقه. ولقيتها كملت كلامها وقالت وطبعا اهلي اتجننوا عليا ودوروا عليا في كل حته، اهل البلد نبشوا البلد كلها، بس طبعا انا ماليش اي اثر لانهم دوروا في البلد كلها الا البير اللي عند الساقيه المهجوره. محدش اصلا يتخيل ان انا ممكن اكون هنا. وبعد ما الكل اتاكد ان انا خلاص ماليش وجود بدا الكلام يكتر، واللي يقول ده اكيد طفشت، واللي يقول اكيد كانت عاشقه واحد وهربت معاه، والكلام كتر واللي خدوا في عرض كتير، واهل ناس غلابه مش هيعرفوا يعملوا حاجه لحد. وتقريبا سكتت لغايه هنا، وبدات انا اتكلم. قلت لها طيب انا مطلوب مني ايه؟ واشمعنى انا اللي اخترتيني اعرف الحقيقه دي؟ قالت لي انت مش اول واحد استنجد بيه، جربت اقابلك مع كذا حد وكلهم كانوا بيخافوا يوصلوا للساقيه. الحمد لله ده من حظي الاسود. حسيت انها زعلت ونظراتها بدات تقلب بغضب، فقلت لها انا اسف والله مش قصدي، بس انا في ورطه ومش عارف المفروض اعمل ايه. انا حتى لو فكرت اروح ابلغ الشرطه عن مكانك واحكي لهم اللي بقوله ده هيحطوني انا في مستشفى المجانين، مين هيصدق اللي حصل ده كله؟ قالت لي هتعرف يا دكتور، وانت اللي هتنقذ اهلي من العار اللي هم فيه، وانت اللي هتكون سبب في ان جثتي تتشال من هنا وتدفن في مكانها الطبيعي. حاول يا دكتور وانت هتعرف، حاول يا دكتور وانت هتعرف، حاول يا دكتور وانت هتعرف. الكلمه عماله تتردد، حاول يا دكتور وانت هتعرف، وهي بتتحول لنفس الدخانه الحمراء، بس المره دي ما طارتش في السماء. المره دي لقيت الدخانه نزلت تحتي ورفعتني انا من على الارض، ولقيتني بترفع لغايه ما بقيت فوق البير واتحدفت بره. انا لما اتحدفت حسيت اني فقت، حسيت اني كنت نايم وبحلم. بدات ابص حواليا لقيتني فعلا في المكان هو انا جنب الساقيه المهجوره والبير جنبي. قربت تاني من البير وببص لقيت الجثه مكانها وهي واقفه جنبها ولسه بتردد نفس الكلام، حاول يا دكتور وانت هتعرف. وحسيت ان فعلا الموضوع مهم ولازم اخد فيه اي خطوه ايجابيه. انا بقى جوايا غل ناحيه شاكر كانه قتلني انا، ده يمكن لو عرفت شكله هروح انا واقتله بنفسي. رجعت على المستشفى وانا كل تفكيري اني لازم هاخد خطوه في الموضوع ده. واول ما دخلت من باب المستشفى سبحان الله اول مره الاقي عم عبده بالليل ويبقى صاحي. قعدت جنبه وخدت كوبايه الشاي اللي في ايده. انا كنت بشرب الشاي المولع كانه ميه، تقريبا الخوف عمل لي جفاف جوه جسمي. انا جسمي مفهوش نقطه ميه. وعم عبده على الله لا ركز ان انا متبهدل ولا ان انا المفروض ما بقاش جاي من بره، انا المفروض في المستشفى فوق ولا اي حاجه. بس انا اللي بدات احكي له وقلت له الموضوع كله من اوله لاخره لغايه اللحظه اللي انا قاعد معاه فيها. عم عبده في بدايه الكلام ما كانش مصدقني، وده طبيعي، مش مقتنع اصلا باللي انا بقوله. بس لما كملت له الحكايه كلها بتفاصيلها لقيته صدق واقتنع ووافق فعلا انه يساعدني، ولازم نلاقي الطريقه والحل اللي نوقع بيها شاكر ده، ولازم ياخد عقابه، ولازم اهل البنت دي يرفعوا راسهم،
ولازم هي كمان تدفن في المكان الطبيعي بتاعها. لقيت عم عبده اتنفض من مكانه كده ووقف وقال لي انا لقيت الحل، احنا نخلي شيماء تكلم شاكر وتقول له ان هي البنت اللي فاكر انه قتلها، بس هي عايشه وهترجع وتفضح. انا حاسس ان عم عبده لقي الموضوع سينمائي شويه فقال يحط التاتش بتاعه، بس لا، عم عبده فعلا كلامه مقنع. شيماء دي هي الممرضه اللي معانا في المستشفى، وتقريبا ده الحل الوحيد اللي ممكن نعمله. وفعلا خلينا شيماء كلمته وقالت له ان هي البنت اللي حاول يقتلها، وانه بعد ما حطها في الشوال ورماها هي كانت فاقده الوعي وفائق، وانها هربانه من وقتها وبتجهز له وناويه تقتله. بس شاكر انكر كل الكلام ده في المكالمه وقفل المكالمه في وش شيماء. وطبعا ما كناش عايزين اكتر من كده، ان هو يرتبك، ان الموضوع يصحى تاني جواه. وكنت واثق 100% انه هيحاول يروح للبير عشان يتاكد ان الجثه فيه. فعلى طول خدت عم عبده وطلعنا من الصبح على بيت عمده البلد، وقلنا له ان الكام ليله اللي فاتوا في حرامي بيحاول يقرب من المستشفى، وشكله كده بيراقب المستشفى وناوي يسرق حاجه. فالعمده راح ناده لشيخ الغفر وقال له على اللي احنا قلناه له، وقال له ان لازم كل ليله من المغرب ياخد مجموعه غفر ويجي لنا المستشفى، ويحاول بقى باي طريقه انه يقبض على الحرامي ده. وفعلا من بعد المغرب في الليله دي الغفر جم، ورغم ان ما كانش عندي نبطشيه في اليوم ده بس انا رحت المستشفى، ويا دوب جينا لنص الليل ولقيته معدي، وشيخ الغفر والرجاله اللي معاه كانوا متتبعينه واخدين بالهم ان خطواته مريبه، ماشي بيتلفت حواليه كانه فعلا حرامي، وفضلوا مراقبينه لغايه ما لقوه خلص سور المستشفى ومكمل في وشه. فشيخ الغفر استغرب، قال ما هو ما قربش من المستشفى ومشي في طريقه. قلت له ماشي يا شيخ الغفر، اكيد فيه سر او يمكن بيرتب لسه للطريقه اللي هيسرق بيها، وبعدين ما انت عارف ان الطريق ده مفيش حد بيمشي منه، هو رايح فين دلوقتي؟ شيخ الغفر قال الكلام ده مظبوط، احنا لازم نمشي وراه ونعرف هو رايح فين. ورحنا قايمين كلنا ومشينا وراه الطريق كله من غير ما ياخد باله ان في حد وراه، وكده كده انا قلت لك الطريق ضلمه، ان ما كنتش عارف ان في حد قدامك فانت مش هتشوفه. وفضل ماشي منور كشافه لغايه ما وصل عند البير ونزل البير. شيخ الغفر والرجاله اللي معاه لسه مستغربين وبيستغربوا اكتر، الجدع المجنون ده نازل البير يعمل ايه؟ بس طبعا انا وعم عبده عارفين هو رايح فين ونازل يعمل ايه. المهم عقبال ما وصلنا للبير كان هو اطمن ان الجثه تحت وطالع، واول ما طلع من البير اتفاجئ ان شيخ الغفر واقف على راسه وبيقول له اثبت يا جدع، انت طالع من هنا ليه وبتعمل ايه؟ من الخضه والربكه قال انا ما بعملش حاجه ما بعملش حاجه، وراح مطلع المسدس وجهه ناحيتنا كلنا وقال اللي هيقرب مني هفرتك دماغه. شيخ الغفر بكل ذكاء قال له خلاص ما دام ما بتعملش حاجه مخضوض ليه؟ احنا بس بنطمن بنشوف مين اللي جاي هنا في الوقت ده. ولف نفسه شيخ الغفر وراح راجع عليه بالشومه طاير المسدس من ايده، والغفر راحوا ماسكينه. اول ما نزل على ركبه حسوا انه اتمسك انهار، وقعد يقول هي السبب، هي اللي خلتني اعمل كده، انا كنت عايزها في الحلال ما كنتش عايز اقتلها. طبعا هو عمال يعترف وشيخ الغفر واللي معاه مش فاهمين هو بيعترف على ايه. رحت انا مقرب من شيخ الغفر وقلت له اللي هو بيتكلم عنها جثتها في البير تحت، هو اللي قتلها ومتويها في البير. راحوا مكتفينه كويس واتاكدوا انه مش هيقدر يفك، وسابوه في ايد انا وشيخ الغفر وعم عبده، ونزلوا باقي الرجاله كلهم تحت، وفعلا لموا اللي باقي من الجثه في الشوال وراحوا طالعين بيه. وطبعا النزول والطلوع ده كله كان بالحبل بتاع شاكر اللي كان مجهزه ونزل بيه وطلع بيه. المهم انه سبحان الله زي ما جر البنت من باب بيتها لغايه البير، جروه الغفر من البير لغايه بيت العمده، وفضل متكتف في العمود اللي قدام بيت العمده لغايه ما النهار طلع والبلد كلها شافته والخبر اتذاع، واهل البنت استلموا جثتها ودفنوها، ورجعوا تاني يمشوا في البلد وهم رافعين راسهم، لان ما بقاش يمسهم العار زي ما كان حصل لهم، بل بالعكس العار كله اتنقل لاهل شاكر اللي كان حكم كبار البلد عليهم ان هم يسيبوا كل الاطيان والبيوت بتاعتهم ويطردوا بره البلد. وشاكر اتسلم للحكومه واتحكم عليه بالاعدام. وبس يا عم عبود، من ساعه القصه دي وانا تقريبا ما بقيتش دكتور المستشفى، بقيت دكتور الساقيه المهجوره. عموما رمضان كريم عليكم وعلى كل اللي بيتفرجوا على الفيديو بتاعك، وما تنسوش تعملوا لايك، ويا ريت لو اول مره تشوفني تشترك في القناه، واستنوا بقى الفيديو اللي بعد بكره. اشوفكم الفيديو الجاي.